بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنسمع فيديو النهاردة قصة جميلة خالص، وهي بعنوان يعني أمد إيدي وأشحت يا رب. قصة بتحكي وبتتكلم إن كانت في واحدة ست أرملة، كان عندها طفل صغير عنده 10 سنين، وكانت عندها بقرة بتربيها، وكانت عايشة على فلوس شوية اللبن اللي بتحلبهم من البقرة دي وتبيعها. يعني كانت ست على قد حالها، يا دوبك تحلب شوية اللبن وتبيعهم وتاخد فلوسهم تعيش بيها هي وابنها الوحيد. وفي مرة من المرات صحيت من النوم، لقت البقرة اللي حلتها ماتت. فضلت تلوم في ربنا وتقوله يعني هو انت ما بتجيش غير على الغلبان؟ ازاي يا رب عادل، وازاي تدي اللي معاه وتاخد من اللي ما معهوش؟ طبعا فضلت تصلي وتبكي بحرقة قوي وتقوله انت قلت ادعوني وقت الضيق فاستجيب لكم. اظن بقى يا رب مفيش ضيق اكتر من اللي انا فيه ده. اصرف ازاي يعني على ابني اليتيم ده يا رب؟ اروح اشحت وامد ايدي؟ وفضلت في خصام مع ربنا لدرجة انها باعت دبلتها وحلقها علشان تصرف على نفسها هي وابنها. لحد ما في مرة من المرات لقت الباب بيخبط، جريت وفتحت الباب، لقت بقرة ملزوقة عليها ورقة ومكتوب فيها يستجيب لك الرب في يوم شدتك. طبعا أول ما شافت كده فرحت جدا جدا إن ربنا استجاب لها، لكن في نفس الوقت زعلت قوي إنها شكت في مراحم ربنا التي لا تعد ولا تحصى. وفي نفس اليوم بالليل دخلت عشان تعشي ابنها، فلقيته بيطبق ورقة وبيرميها من الشباك. فزعقت له وقالت له ايه اللي بتعمله ده؟ وايه كل الورق اللي رميه في جنينة الفيلا بتاع اعيان البلد ده؟ هو انت عايزهم يطردونا من العشة؟ جريت عشان تلم الورق، فلقت ورقة مكتوب فيها شكرا يا رب على البقرة، ولقت 15 ورقة مكتوب فيهم يا رب ابعت لنا بقرة. اتضح ان الطفل الجميل البريء لما البقرة ماتت وامه زعلت فضل يطلب من ربنا بقرة، واول ما جاب البقرة شكر ربنا برضو على البقرة. ساعتها هي فضلت تبكي وحزنت قوي ان ابنها كان عنده ايمان كامل ان الله يرى ويسمع ويستجيب اكتر منها خالص. عرفت ساعتها ان ربنا حنن قلب جارهم الغني صاحب الجنينة اللي اترمى فيها الورق، وهو اللي بعت لهم البقرة لما شاف الورق. فبيقول لنا كمان من القصة ان لما نشعر باحتياج لربنا في اي امر نرفع قلوبنا بالصلاة امامه، لان هو المسرع باحسانه الينا. بيقول ان احنا ننظر ليه ونعاتبه ونصارع معاه زي يعقوب ابو الاباء، فالله هو امس واليوم والى الابد، ومستعد ان يعادك بامور عديدة كما فعل قديما، وهيستجيب في الوقت المناسب. ربنا فعلا حنين ومش بيعمل حاجة وحش، بس احنا بس اللي محتاجين ايمان زيادة في الطلب بتاعنا لربنا. وفي الوقت اللي هي يأست فيه وبدأت تفكر في حلول بشرية، ربنا بعت لها هدية من السماء. فعايز يقول لنا اوعى تيأس، اشكر دايما حتى في عز التجربة، الله قادر، خلي عندنا ايمان. وكمان بيقول كل مشاكلك قولها له بعلو الصوت مرة واتنين وعشرين ومية، ما تيأسش، وقول له انا معرفش اله غيرك، وانت الاله الحنون اللي بيستجيب وهو سيستجيب. ادعوني وقت الضيق فاستجيب لكم. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.